رجعت لكم بفيديو ممكن يبان غريب شوية، هو عن أغرب الناس اللي ممكن تتوقعوا يخشوا رويال رامبل السنة دي. هاقول لكم 20 اسم كده وكل واحد ليه ممكن يخش. ركزوا معايا بقى في التفاصيل وتعالوا وصلوا الفيديو 20 لايك، كان في صاحب عامله لكم. وتعالوا بقى نشوف الرويال رامبل بتقول إيه بتاعة السعودية. بصوا يا جماعة، الرويال رامبل السنة دي في السعودية، والسعودية خلاص عدت مرحلة إنها تبقى عرض كده تسليك وخلاص، بالعكس ده بيتعمل فيها أكبر مهرجانات، والشركة مهتمة بيها أكتر من أوروبا حتى. فالعرض السنة دي مش هيبقى زي جريتست رويال رامبل اللي كسبها برون سترومان التعبانة اللي كان 40 مصارع دي، وهيبقى فيها أسامي كبيرة فعلًا. في كلام إن الDWE حرقت الناس كلّها والعودات كلّها خلصت ومش هيحصل عودة، بس في الحقيقة إن ده مش هيحصل، هتلاقي عودات كتير جدًا عادي. تعالوا بقى أقول لكم الأسامي المقترحة وركزوا معايا كده. أول حد معانا هو كريس جيريكو، هاقول لكم ليه كريس جيريكو مرجح أوي إن هو يرجع. كلنا شُفنا أول عرض رو في 2026 وقعدنا نقول رو is جيريكو وبتاع، وفي الآخر حصل ماتش عظيم بين بانك وبريكر وجيريكو ما رجعش. غالبًا يا جماعة جيريكو أصلًا لو في اللي ما تعرفوش، هو صاحب أكتر مصارع عودات في الWWE كلّها، أكتر واحد رجع. فهو غالبًا هيرجع في الرامبل، أنا بالنسبة لي بصراحة هتبقى حرق لشخصيته أوي. كنت أتمنى يخش مثلًا في عداوة بإن هو يبقى خسّر واحد ماتشه أو حاجة زي كده، هتبقى أسخن أكتر يعني. حتى لو لابس ماسك زي ما تريبل اتش معودنا يدخّل أي مصارع يرجع يعني. بس إن هو يرجع في الرامبل دي ويطلع بعدها ب5 ثواني أنت كده حرقته يعني. هو كده ليه جولة اعتزالية طويلة وهيعتزل في نفس السنة يعني هو وستايلز وبليزنر، بس أتمنى ما يرجعش في الرامبل رغم إن هو مرشح جدًا إن هو يرجع فيه. أول واحد شاد جيبل. شات جيبل يا جماعة حسب التصريح الطبي والحاجات دي، قال لك أنا أقدر أرجع الDWE عادي، تمام. والRoyal Rumble دايمًا فيها حتة الMVP أو اللي هو أحسن واحد في الماتش. فلو بصيتوا على شات جيبل كمقاومات هو أحسن واحد في الحكاية دي، يعني ما فيش حد ألأم منه يعمل حاجة زي دي. وغير إن هو أصلًا جسمانيًا معضّل وخفيف أوي في الحلبة والselling بتاعه أحسن selling شُفته في حياتي. فشات جيبل قال لك خلاص أنا أصلًا قادر أرجع، فغالبًا الWWE شايلاه لمرحلة زي دي. وفي كلام إن هو لمّا يرجع أصلًا عمومًا هيرجع بشخصية الجراند أمريكانو برضه، رغم إن هو عملها لودفيج كايزر الأيام دي يعني، بس بيقول لك هيبقى في 2 جراند أمريكانو. رقم 19 معانا بيانكا بلير. دلوقتي بحسب الوضع الحالي بيانكا بلير أكتر واحدة مرشحة إنها تكسب الرامبل بتاعة الستات أصلًا. بس في مشكلة صغيرة إن بلير لسه بعيدة عن الحلبة، عندها إصابة في إيديها، وهي أصلًا أسلت لعيبة قوة وكده، فما تعرفش هي تقدر تاخد معافى طبية والّا لأ. بس هي على فكرة المصارعين في حاجة اسمها الsteroid اللي هُم بياخدوها للعضلات وكده، دي بتخلّي فترة الrecovery أسرع. يعني أنت مثلًا لو بتخف من إصابة 6 شهور، هو بيخف منها في 4 شهور. وأظن ده واضح في ليف مورجان اللي خفِّت في 3 شهور بس من خلع كتف يعني. فبيانكا بلير بنسبة كبيرة جدًا هترجع وهتكسبها، ولإن أصلًا بيانكا بلير مضخّمة، وغير كده إنها هتلاعب اسمها إيه دي، جيت كيرجل على البطولة في WrestleMania. فده ماتش كده محجوز من الأول يعني، وده ممكن يكون السبب إنها تيفاني تخسر أصلًا. رقم 18 هو جاكوب فاتو. فاتو كان متخطط إنه ياخد دفعة قوية في أواخر 2025، بس حصل له إصابة في اللي هي في أسنانه والفك كله، فبعد عن الWWE ورجع امبارح في سماك داون. بس في كلام إن هو هيرجع وممكن هيعمل يعني أداء مرعب وكده، وممكن عدّي رقم بروك ليزنر حتى في التطليع يعني. بروك ليزنر كان طلع له تقريبًا 14 واحد. رقم 17 معانا الهاردي بويز. الهاردي بويز رجعوا أصلًا على فكرة الWWE، وعليهم عروض في NXT، ولعبوا ماتشات ضد الDudley Boyz والناس دي، وكانوا لسه مجانين زي ما هم بينطوا من فوق السلالم وبتاع. وكمان جيف ومات لمّا اتسألوا قالوا إحنا هنقدر نرجع عادي وعايزين ماتش في WrestleMania، ويكون بقى ضد الأوسوس وNew Day مع بعض وTLC من اللي قلبك يحبه يعني. فغالبًا الهاردي بويز ممكن يظهروا. رقم 16 غريب شوية هو ألبرتو ديل ريو. بُصّوا يا جماعة، ألبرتو ديل ريو عنده 48 سنة تمام، فهو مش هيرجع يقدّم حاجة، بس هو هيرجع ليه؟ لإن هو قال علاقتي بالWWE اتحسنت، والWWE قالت علاقتنا بيهم اتحسنت. فده موافق وده موافق، وكله بيقول لك مسألة وقت بس. فممكن يظهر عادي ونشوف له لحظة كده معينة، ويا ريت والله تبقى انطلاقة لشخصيته، الشخصية المختلفة جدًا اللي كانت الشركة متحمسة له، والسجن والحاجات دي كلها دمرته يعني. كين، في كلام إن كين ممكن يظهر وكده، بس ده هاخلّي كين ده وبقية المصارعين دول على جنب، واقول لكم الناس المرشحة أقوى يعني. بري بيلا. بري بيلا أخت نيكي بيلا. نيكي كانت طلعت قالت كذا مرّة أنا عايزة أختي تظهر معايا في الجولة الاعتزالية، وأختي ممكن تساعدني في ماتشات وبتاع. وهي بري نفسها قالت أنا عايزة أصارع في الWWE وموافقة عادي، وعايزة أعمل جولة اعتزالية وكده. فده ممكن يحصل في العرض وتظهر كده ظهور زي ما كريستيان ظهر لإيدج قبل كده. ورقم 13 في السيدات برضه هي بيج. بيج قالت كذا مرّة أنا موافقة أطلع في الWWE وهُم بس هيكلموني، وبعد كده الWWE قالوا تمام، بس لسه بنأجل الموضوع شوية، وعقدها مع الAEW خلص وكل حاجة. فهي خلاص هتظهر في Royal Rumble بنسبة كبيرة جدًا، وخصوصًا إنها كانت مديرة أصلًا لSmack Down قبل كده. نيجي بقى على الحاجات اللي هي بتحسها هيصة كده في الماتش أو لحظة 5 ثواني وخلاص. جريت خليل. جريت خليل في السعودية أصلًا ليه علاقة قوية جدًا، وأغلب الreels بتاعته هناك.
فما استبعدش إن هو يظهر يعني. هو ظهر أصلًا في Greatest Royal Rumble قبل كده، اللي هي أعظم Royal Rumble بتاعة السعودية، فكل اللي هيعمله إن هو يطلع طبعًا يضرب شوية قبل ما نجم شاب يرميه برّه يعني، بس ده بنسبة كبيرة هيظهر تسليك كده. في كلام برضه وده شبه مؤكد إن دولف زيجلر هيظهر. دولف زيجلر يا جماعة ظهر ضيف شرف في آخر 2025 باسمه دولف زيجلر بالأغنية بتاعته، وزي ما أخدتوا بالكم زاك رايدر ظهر في الWWE باسم مات كاردونا، ده اسمه الحقيقي أصلًا. ففي كلام إن دولف زيجلر خلاص بقى رسميًا في الWWE بس باسمه الحقيقي اللي هو نيك سميث، يعني هيرجع الWWE عادي بس باسمه نيك سميث. فممكن حاجة زي الرويال رامبل تبقى بداية للشخصية دي أو الاسم الحقيقي يعني، والWWE بجد محتاجة دولف زيجلر يعني، الراجل ده خسارة كبيرة إن هو ما يبقاش موجود. مين تاني معانا في العرض؟ برون سترومان. برون سترومان بيقول لك الواقعي إن هو يظهر ليه؟ لإن هو اللي كسب رويال رامبل في السعودية، يعني أول رويال رامبل دي هو اللي كسبها، وبعد كده مشي من الشركة، وبعد كده بيقول لك علاقته بالWWE كويسة أصلًا، والشركة بتروّج لبرنامجه وبتاع، فده ممكن يرجّعه تاني عادي، بس هو أصلًا حصل له مشكلة زي شلل كده تقريبًا بنسبة 30% في رجله أظن أو في رجله فده اللي خلّاه يبعد فترة يعني. رقم 6 والأكيد اللي هيظهر معانا أوبا فيمي. أوبا فيمي الشركة عمّالة تعمل له promos كتير، وإن هو بقى بروك ليزنر الجاي، وإن هو مش عارف إيه، وده كلام أجانب على فكرة، فقال لك أنا ممكن أرجع أصلًا خلاص تاني وأظهر في العرض، وتتوقعوا تشوفوا مثلًا لحظات مع رومان رينز وبروك ليزنر والناس دي، عادي جدًا يعني. رقم 3 معانا سيس رولينز. سيس غايب بسبب الإصابة، طبعًا كلنا عارفين. بس إن بيكي لينش كانت طلعت قالت قريب أنا خلاص اتأكدت إن هو هيرجع قبل راس المنيا وهيرجع يشارك فيها، وغالبًا هو هيرجع على برون بريكر على فكرة. فالتصريح الطبي والحاجات دي سيس مجنون يعني، هو حتى لو مش سليم هيظهر ويصارع وهو مصاب يعني، زي ما عمل في راس المنيا 40. فكده بنسبة كبيرة سيس راجع، وهيبقى حدث مثير طبعًا إن هو هيظهر سيس محبوب وهو heel أصلًا. مين تاني؟ ستيفاني ماكمان. بيقول لك ستيفاني ماكمان هتعمل فرق كبير، وممكن تدخل هي وشين ماكمان حتى، ده في الرجالة ده في الستات. لإن أصلًا ستيفاني لاجمان هتتكرّم في الhall of fame في شهر أبريل الجاي، إنها تظهر وتخش مع ريا ريبلي والناس دي حتى لو 5 دقايق، ده هيبقى فارق، وخصوصًا إن هُم بيروّجوا دايمًا لفكرة الhall of fame بإن هو يشارك قبل ما يظهر. آآ وكمان حد معانا كان ممكن تحسّه حد تاني معانا ستيف أوستن. كل سنة بنسمع إشاعات إن ستيف أوستن ممكن يرجع في WrestleMania 38 والكلام عن ماتشات ضد رومان رينز وليزنر، بس أوستن كان بيرفض، واتعرض عليه فعلًا إن هو يشارك في WrestleMania 40 وقال لك لأ أنا مش اختلفنا بسبب مواعيد، وفي كلام إن هو اختلف بسبب الفلوس، كان هو اللي هيخش مكان أندرتيكر ويساعد كودي. ف ستيف أوستن طلع قريب وقال لك حكاية إن أنا ماتش ضد CM Punk دي ممكن تحصل عادي، وأنا زي ما رجعت لكيفن أوينز وصارعت في main event ممكن أرجع تاني. فده ممكن لحظة تحصل trend لإن الWWE كل تركيزها في السعودية، ناس دافعة كتير جدًا، والتذاكر اتباعت في يومين 3 أصلًا، فكل تركيزهم يعملوا لحظة بجد تبقى السعودية واخدة انفراد بيها، فمش هيعملوا كده ببرون سترومان يعني، أكيد أسطورة هترجع. في ناس خيالها شطح شوية وقال لك ده جون سينا، وخصوصًا إن السعودية بتروّج لسينا من السنة اللي فاتت أصلًا، فده ممكن يبقى غلطة وهيفاجئونا بقى إن جون سينا هيظهر وبتاع، بس طبعًا ده مستحيل، هو قال لك أنا مش هاصارع تاني. الناس اللي بتقول لك تيكر باعتباره عمّال يسوّق في الرياض والحاجات دي، برضه يعني بعيدة أوي، هي هتبقى هتبيع جامد طبعًا ويبقى ترند وكل حاجة، بس تيكر خلاص قال لك الdead man انتهى. فكرة الروك والحاجات دي، الروك هيظهر في السعودية تمام، بس مش هيظهر دلوقتي، هيظهر في راس المنيا 42، ولمّا يظهر أصلًا هياخد أعلى أجر مصارع في تاريخ الشركة، اللي هي راس المنيا بتاعة السعودية الجاية اللي بعدها. بس دي كانت الأسامي. قولوا لي أنتم مستنيين مين في الRoyal Rumble عشان العرض هيبقى بجد حلو جدًا، والسعودية زي ما قُلت لكم هي عدِّت فكرة إنها عرض تجاري أو إن هم مثلًا بيعملوا لهم أي حاجة كده وخلاص، لأ ده حاجة متعوب فيها، وفي تغيُّرات بتحصل، في خيانات بتحصل، تغيير ألقاب، والعرض ده زي ما قُلت لكم بنسبة كبيرة أنا قُلت لكم أسامي متوقعة، بس أنتم اتفرّجوا معايا كده على العرض واستنوا بقى التفاصيل، لإنه بجد هيبقى عرض كبير أوي. وعلى فكرة الRoyal Rumble ده يا جماعة رغم إن أنتم ممكن تكون ناس ما بتفضّلوش أكتر عرض، بس هو أنجح عرض في الWWE. يعني لو تفتكروا معايا الRoyal Rumble اللي فات اللي هو بتاع Jey Uso، ده أعلى مشاهدات في تاريخ المصارعة كلّها. فهو عرض محبوب ليه؟ لإن أي حد ما بيتفرّجش على المصارعة أو بيتفرّج، هيتفرّج على العرض عادي، لإن هو فكرة مثيرة أوي إنّك تشوف 30 مصارع في أداء مختلف، كل شوية حركات مختلفة. بتحب مثلًا واحد من البداية يكمّل معاك للآخر هيطلع والّا لأ، وحاجات زي كده. بالنسبة بقى مين مرشّح إن هو يكسب وكده، المرشّح يا جماعة حسب موقع المراهنات وحسب ما أنا شايف هو رومان رينز. نتكلّم في الموضوع ده أكتر. بُصّوا يا جماعة رومان رينز كان هو أصلًا سامي زين هو اللي هيكسب الرامبل دي،
وقال لك ده هياخد لحظته في راس المنيا وهيبقى الاندر دوج ويلعب كودي رودز ومش عارف ايه. وبعد كده رومان كان قال انا اصلا بارت تايم ومش محتاج اصارع كتير وعندي افلام وجدول في هوليوود وكده. بعد كده اتكلم مع تريبل اتش قال له انا على فكره بقيت فاضي ان انا اخش في دوام كامل يعني فول تايم. فراحوا عاملين اللحظه بتاعت سرفايفر سيريز ان كودي بيبص لرومان وهيلعبوا على البطوله، والناس استهجنت ده جدا وقرفت. ففي كلام اصلا ان درو مش هيطول بالبطوله عشان كودي ياخدها تاني حسب ديف ميلتزر ما قال. ورومان كده كده هيكسب الرامبل، انا متوقع كده. اللي هتلاقيه مثلا مان اوف ذا ماتش هيبقى برون بريكر، حاجات زي دي. انما رومان رينز وش هيكسبها يعني. رومان وممكن بعده لا مفيش حد بعد رومان بجد هو اللي هيكسبها يعني. يعني حتى سامي زين دي مستبعده قوي. بس ممكن سامي ياخد لحظته في راس المنيا بتاعت السعوديه حتى لو على بطوله ميد كارد يعني. بس ده كان رويال رامبل. بيقولوا مستنيين العرض ولا لا. العرض هيبقى في قبله على فكره عرض شهري تاني اللي هو ساتردي مين ايفنت. وده للاسف عرض بشع وبيتعمل ياخد من مده بناء العروض التانيه يعني. انت بتقعد تبني له اسبوعين وتلاقي عرض مهم زي الرويال رامبل بتبني له اسبوعين بس. فاتمنى يكون البناء منفذ على بعضه، يجيبوا ناس من الNXT مثلا يحطوهم هنا بحيث الموضوع ما يبقاش فاهمين يعني مشدود او كده. اتمنى العرض يمشي حلو لان بجد انت عندك عرض في السعوديه والارقام بتاعتك اصلا في كيج ماتش والمواقع دي ال AEW داست عليها حرفيا. مفيش عرض عدل واخد ريت عدل. يعني عرض سرفايفر سيريز الاخير ده واخد اقل ريت في السنه، يعني واخد ريت واحد باين حاجه كده، ورسل بلوزه واخد ريت 3. من ال AEW بيجيب 9 ونص وحاجات كده. اشوفكم في حلقه جديده. صلوا فيديو 20 لايك ومع السلامه.